هو أنت كنت تعرف إن في فرق بين حرارة الهواء بتاعة المزرعة وحرارة الفرشة وحرارة الأرضية؟ أهلا بيك سيدي الفاضل في فيديو جديد. معاك مهندسة هدية النجار من المكتب العلمي لشركة المتحدون الدوليون، والنهاردة سوا هعرفك إيه الفرق بين درجات الحرارة اللي أنا قلت عليها من شوية دي. بص يا سيدي، درجة حرارة الهواء ودرجة حرارة الفرشة ودرجة حرارة الأرضية دول 3 عوامل، ولكن كلهم تحت سقف واحد، ولو حصل في أي واحد فيهم خلل الكتكوت بس اللي هيشيل المسؤولية دي وهو اللي هيتحاسب. هنبدأ سوا نفهم إيه هي درجة حرارة المزرعة. بالبلدي كده هي حرارة الهواء الموجود في المكان، وهي دي الحرارة اللي بتتقرأ من الترمومتر اللي بيكون متعلق في العنبر. ولازم تاخد بالك كويس قوي ان الترمومتر يكون عند مستوى ظهر الكتكوت علشان تبقى القراية دقيقة ويجيب درجة الحرارة اللي فعلا الكتكوت حاسس بيها. طيب دي لازم تكون كام؟ على حسب العمر، ولكن خلينا نقول ان اول يوم استقبال لازم تكون حوالي 34 درجة مئوية، لان هي دي درجة الحرارة اللي بتخلي الكتكوت مرتاح وواقف وبيمشي وبياكل وهو مرتاح. طيب ازاي نقيس درجة حرارة العنبر؟ لازم يبقى معاك ترمومتر ديجيتال، وده علشان يقيس درجات الحرارة سواء الخارجية أو الداخلية أو درجات الرطوبة كمان، ولازم تكون معلقه بعيد عن اللمبات أو بعيد عن الدفايات، وكمان بعيد عن الجدران، وزي ما قلنا يكون عند مستوى ظهر الكتكوت. تاني حاجة نتكلم عنها هي درجة حرارة الفرشة، ويؤسفني أقولك إن أغلب المربيين ما بيكونوش واخدين بالهم من درجة الحرارة دي. طيب يعني إيه درجة حرارة الفرشة؟ دي أهم درجة حرارة أنت ممكن تسمع عنها النهاردة، وحرارة الفرشة دي هي حرارة النشار ذات نفسها على عمق حوالي 5 سنتي. طيب إحنا ليه بنقيسها؟ علشان الكتكوت بطبيعة الحال رجله بتبقى على الأرض، وبيقضي 80% من وقته نايم على الأرض أو واقف على الأرض أو حتى دافس وشه في الأرض، فلو الفرشة باردة يبقى هي هتسحب الحرارة من رجله وبطنه، ولو سخنة يبقى هتسبب له مشاكل ممكن توصل كمان لحرق جسمه. طيب ازاي يا باشمهندسة اقدر ان انا اقيس درجة حرارة الفرشة دي؟ بننزل الترمومتر في الفرشة على عمق من 7 ل 15 سنتي، والوضع يختلف في صيف او شتاء، وبعد كده درجة الحرارة اللي هتظهر لي تبقى هي دي درجة حرارة عمق الفرشة. طيب لو مش معايا ترمومتر هتصرف ازاي؟ هنمشي بقى على نور ربنا بالطريقة التقليدية، وهنشوف الموضوع ده بصوابعنا. هنحطها في الفرشة على عمق 5 سنتي او 10 سنتي، ولو حاسين بيها باردة او مش دافية يبقى في مشكلة. وتالت حاجة معانا هي درجة حرارة أرضية المزرعة، أو بالبلدي حرارة البلاط. طيب دي إيه بقى؟ دي درجة حرارة الأرضية الخرسانية أو البلاط نفسه الموجود تحت الفرش، ودي درجة حرارة بتبقى مهمة جدا خصوصا لو العنبر أرضي. طيب هي لازم تكون كام؟ لازم قبل ما تحط الفرشة أو الكتاكيت ب24 ساعة تكون مشغل الدفايات أو مدفي بالوسيلة اللي انت بتدفي بيها، علشان حرارة الأرضية توصل ل 28 لحد 30 درجة مئوية على الأقل. عشان لو حطيت الكتاكيت على أرضية برد 25 درجة وأقل يبقى انت كده عملت لها صدمة حرارية. أما بقى لو عاوزين نلخص الفيديو ده فأنا هقولك على كام حاجة هي الخلاصة. أول حاجة التدفية بتبدأ من تحت لفوق، يعني لازم تدفي الأرضية الخرسانية كويس قوي قبل التحضير ب 24 ساعة، سواء بالدفاية أو بالوسيلة اللي انت بتدفي بيها، وده علشان لما تحط الفرشة كمان تفضل دافية لفترة أطول، وده يوفر طاقة وبيئة مريحة للكتكوت. تاني حاجة الكتكوت يتدفى من رجليه قبل ما يتدفى من ظهره، وركز على ان الفرشة تكون دافية، ولو حرارة الهواء عالية وحرارة الفرشة منخفضة الكتاكيت هيحصل لها صدمة. تالت حاجة الترمومتر ده هو سلاحك السري صيف او شتاء، عشان كده استثمر في ترمومتر ليزر كويس علشان يديك صورة حقيقية عن الحرارة اللي الكتكوت حاسس بيها فعلا. رابع حاجة الفرشة الباردة بتساوي خسائر كتير، يعني في النهاية لو الكتكوت سقع منك بسبب أي خلل في درجة حرارة من اللي احنا قلناها دول هينتهي بيه الوضع إن هو كل ما ياكل هيكون ريش، وهيعمل تريش مبكر بسبب إن كل أكله هيتحول لتكوين ريش عشان يدفي نفسه بدل ما يحول لحمة. أما بقى لو لسه عندك أي استفسار فتقدر تكلمنا على الأرقام الموجودة على الشاشة.